هذا السيد هذايا حب ينتخب مع بوتفليقه، انا نسيت الاسم نتاعو، علي غديري. علي غديري. انا هذا بالنسبه لي هو سبينولا تاع الجزائر. علاش؟ خاطر هو باش نخليو الجيش يطمئن، يكونوا مريحين، ما يقولكش راهم يدوروا علينا ويقتلونا ويحاسبونا. جيب لهم واحد اللي يحميهم، وجيب لهم واحد اللي يحمي الشعب تاني ويقدر يقود مرحله انتقاليه باه نبدلوا فيها الدستور، وباه نخليو الاحزاب تتكون، وباه نروحوا لانتخابات حره ونزيهه. دونك اليوم انا النداء تاعي موجه للعسكر، النداء تاعي موجه للضباط الصغار تاع الجزائر. راكم شفتوا كيف الجنرالات، الجنود وصف الضباط رجلين رشيد، لي كابيتان ولي كوموندون لا جوناس، باسكو هادو يكونوا 90% تاع الجيش، والخبرين بكل الشيوخ. باه نذكرهم، ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. شفينا في 1992 بعد ما قاموا بالانقلاب الدموي ضد إرادة الشعب، واش داروا؟ جندوا جنود وجندوا سرجانات وكبرانات، وداوهم يقاتلوا في الشعب. واش صرا؟ اللي تجرح، اللي طارت رجلو، اللي طارت يدو، ومن بعد خرجوهم حاوزوهم وما عطاوهمش الحقوق نتاعهم بكل، استعملوهم كشركاء. بعد ما خدموا بهم طيشوهم، وشفناهم العوام اللي فاتوا في الحراك كانوا يخرجوا يندوا بالحقوق تاعهم ويضربوهم، تعويضات، يجيبوهم الجدرميه يكسلوهم، واللي دخلوه الحبس. دونك هاد العسكر تاعنا الشبان هادو اللي نحكي معاهم تكون عندهم عبره، هذه عبره كبيره ودرس كبير باه ما يغلطوش، باه ما يبقاوش يساندوا ويدافعوا على الشرذمه تاع الجنرالات كيفاش تاع الجنرالات في 15 ولا في 16 حاكمين البلاد بقضبه حديثيه. رهائن حاطين زير رهائن تاع الصح، يخدموا لسيادهم. وهاد الناس هادو نهار يطيحوا من الكرسي ما يخليوكم وحدكم. واليوم اموالهم راهي ديجا مهربه في الخارج، كلش راه برا. انا نتكلم مع هاد الشبان هادو اللي كابيتان وليوتنون وكوموندون كي تخرجوا من حتى الجنود سي عادل، حتى الجنود بيان سور الجنود نحكي معاهم، كي تخرجوا من كي تكونوا في التكنه لابسين لا توني تاعكم البدله العسكريه تاعكم، وكي تخرجوا سيفيل. دونك راكم انتوما مواطنين كيما حنا، ما عندكم حتى شي نقص الشعبيين كيما حنا، وراكم تقولوا جيش وطني الشعبي، انتوما ابناء الشعب. دونك ساندوا الشعب تاعكم ونوضوا ضد المجرمين تاعكم. انا هذا مش تحرض، انا هذا راه نحل لكم في عينيكم باللي نقول لكم راكم يجي نهار وتخلصوها غاليه، ودوروا وتقصروا وتطولوا وتحياوا وتموتوا، ما تلقاو الا الشعب اللي يساندكم ويحميكم. في يدكم اليوم فرصه ذهبيه باش تنوضوا في ود هاد الطغاة هادو كلهم وتحبسوهم عن الظلمات نتاعهم، ما تزيدوش تخضعوا للاوامر تاعهم. وهاد الكلام هذا مش موجه غير للعسكر برك، موجه ثاني للبوليسيه، لا جندرميه، موجه للقضاة، كل اسلاكها، فوالا، موجه لكل الناس اللي تخدم في مصلحه العصابه هذه، وقاعده تشجع في الاستبداد والديكتاتوريه والقهر اللي راهم مسلطين على الشعب تاع الجزائر. راهو يجي نهاركم وما بقاش بعيد. اليوم النظام نتاعكم هذا العسكري المتعفن راه هش، ما بقى له والو، وراهو يسقط يطول الزمن ولا يقصر الزمن ويسقط، وتبقاو نتوما في مصيبه. دونك خذوا مسؤوليتكم لانكم جزائريين. الجزائر هذه مش علينا احنا برك، علينا وعليكم نتوما. قوموا بالدور نتاعكم، قوموا بالواجبات نتاعكم باش تنجيو البلاد نتاعكم. علاش؟ خاطر هذا النظام المجرم هذا الا كان اليوم يعطيكم فتاه ولا فتوات ولا كيف يقولوا، يعطيكم 2 فرنك، خموا على اولادكم، خموا على المصالح نتاع اولادكم، على المستقبل تاع اولادكم اللي ما عندهم حتى مستقبل في الجزائر نتاع استبداد ونتاع ديكتاتوريه. دونك كونوا هما ثاني ضباط نتاع البرتغال جزائريين، وخذوا
المسؤوليات نتاعكم امام الله وامام الشعب هذا، وحبسوا علينا الظلم هذا والطغيان هذا. اذا كنتم تدافعوا على شنقريحه، ولات شنقريحه راهم في فرنسا وفي انجلترا، فهمت؟ وانتم اللي راكم عايشين معنا وتاكلوا في الهم كيما حنا. دونك انا هذا هو النداء تاعي اللي نوجهه اليوم للناس. بارك دونك الله رانا فيك يا عادل. شفنا في مثالين اثنين كيفاش الشعب دافع الحريات نتاعو نقض الديمقراطيه في الشرعيه، وشفنا كيفاش الجيش دافع الديمقراطيه ودافع الحريه تاع الشعب نتاعو ودافع الشعب نتاعو، وما دافعش على الحكام المجرمين نتاعو اللي من بعد حكموهم بكل دخلوهم الحبس كيما الجنرالات نتاع ارجنتين اللي ضربوهم ب 40 و50 سنه تاع حبس. خاطركم تحاسبوا، ما كان حتى واحد اللي ما يتحاسبش. واذا كان ما حابينش تحاسبوا وما عندكمش حل، شكرا. خذوا المسؤوليات نتاعكم، وعندكم اللي يسيركم. راكم مسجنينه اليوم عنده 7 سنين هو ساجنينه، هو يقدر يلعب الدور هذا نتاع سبينولا ويخلق اصلاح ما بيناتنا. احنا كون نصيبوا قطره تاع الدم ما تسالش، ان شاء الله تكون مصالحه ما بين بعضنا. واول شيء اللي يقوم به النظام المجرم هذا قبل لا ننسى اطلاق سراح المعتقلين السياسيين بدون اي شرط، ويوقف المتابعات نتاعو بكل ضد الجزائريين والقمع نتاعهم بدون اي شرط. بالك وعلا يكون فيه بدايه نتاع نقاش معهم. انا هذا هو خلاصه القول نتاعي. شكرا اخي عادل. بقات لنا 5 دقائق وننتهي الحصه هذه، ربما نتركها بارك الله فيكم. اللي عنده سؤال يوجهه الاخ عادل، مرحبا بكم. السؤال لازم يكون شويه مهمه، وش خلونا من التطياح والسب وكذا. التطياح والسب يعني الانسان راه ما يبنيش بالبلاد. احنا نحوس على افكار، نبحث على مشروع لانقاذ الجزائر. والله الجزائر في خطر يا اخوان، وهذا النظام هذا المستبد العسكري هو اللي وصل الجزائر لهذه المرحله تاع الضعف. ضعيفه اقتصاديا، ضعيفه سياسيا، ضعيفه دبلوماسيا، ضعيفه اقليميا. يعني ما عندناش علاقات لا مع المغرب ولا مع مالي ولا مع النيجر. غلقنا على ارواحنا كلش. كل هذا بسبب هذه السياسه الفاشله تاع هذا النظام العافين كما تقول انت. نعم الجزائر ضعيفه، نعم هما اللي ضعفوها. وهذا ثاني نداء للشعب تاع الجزائر، ما تخليوش رواحكم ثاني كي الكباش كيما هكا. توحدوا. الوحده تاع الشعب ما كان حتى قوه في العالم اللي تقدر تقهرها. هذه قلتلكم اول جيش اللي يقدر يدافع على البلاد نتاعو هو الشعب. مثلا نتاع كيف يسموه تاع التضامن ما بين بعضكم، تاع وحده ما بين بعضكم. كي توحدوا ما كان حتى واحد يقدر لكم، لا البوليس ولا الشرطه ولا لي مارشي، ما كان حتى واحد. واذا كان بقينا هكذا رانا متعرضين للخطر، والخطر مش غير داخلي. صح. الجزائر يتفكك. يطرح سؤال، قال لك ماذا عن يوم 14 ديسمبر؟ كي يجي 14 ديسمبر نحكيو عليه. السؤال هذا لازم نطرحوه للتبون وبني عمو اللي خلقوا لنا المشكل هذا، اللي خلقوا لنا المصيبه تاع الانفصاليين هذو. نشوفوا هما اللي يتعاملوا. احنا ما عندنا حتى سلطه، احنا رانا من باب التفكير ومن باب التحليل. نشوفوا 14 ديسمبر بعد ما يعلن هذا فرحات مهني الاستقلال تاع القبائل تاعو ويدير الجمهوريه تاعو، نشوفوا التبعيات نتاعها. انا الشيء اللي نقدر نقول لكم اليوم، هذا السيد هذا مش وحده. شفتوا كيفاش صنصال تقلبت عليه الدنيا، ما يمثل والو. هذا يمثل صنصال 500,000 مره. الثقل نتاعو سياسيا 500,000 مره اكثر من صنصال. دونك لازم يلقاو مخرج قبل الاعلان. ولو اليوم انا نقول باللي حان الاوان، راح الترام مشى. اخي عادل، لو كان يسقط هذا النظام ويجي الشعب وتجي الديمقراطيه وتجي الحريه وتجي يعني حريه التعبير، كيفاش تتعامل مع الازمه هذه تاع الانفصاليين هذه؟ هذه سهله. هذه كيفاش تتعامل بها؟ جواب سهل.
إيه تفضل. الجواب اعطي القرار والسياده للشعب. انا ما نتعاملش معاه خاطر ما نفرضش سيطرتي والافكار نتاعي على الشعب، ولولا نصبح انا مستبد وديكتاتوري. في نظام ديمقراطي اللي تحترم فيه الشعب كله، خلي الشعب يعبر. ما عندكش ثقه في الشعب هذه، لكن ما عندكش ثقه في الشعب الثاني ما عندوش ثقه فيك. وباش تتنصب كمسؤول عن الشعب هذا لازم الشعب يعطيك ثقه، وإلا عطاك الشعب ثقه ثق فيه انت ثاني، وقال كي تقوم بانتخابات خلي الشعب يقرر. هذا الشعب هذا مش قاصر، مش مجنون، مش جاهل. سيدي نفرضوا عادل انه الشعب قرر باش تكون الانفصاليه لهذا مستحيل. مستحيل. احنا في 45 مليون. بلاد القبائل في لاكابيري قال نعتبروهم كلهم 12 ولا 14 ولا 15 مليون تاع الناس اللي عايشين في المنطقه هذيك، قال كلهم انفصاليين. عندك ان ارتيفيس جيريديك، هو اللي عندك الدستور الجزائري تاعك اللي يقول الجزائر هذه بلاد موحده، الجزائر مش منفصله، هذه مش بلاد فيدراليه. واش ندير؟ قال في الدستور تاعي قال كي نديروا الانتخابات لازم الاغلبيه نتاع الشعب يقرر باللي الانفصال مسموح به. وحنا نعرفوا باللي 36 مليون تاع جزائري ولا 35 مليون تاع جزائري بكل يعارضوا هذا الانفصال. دونك تكنيكمون جوريديكمون قانونيا دستوريا ما عندوش وين يروح. صح. ولهذا نقول لك انايا خليو الديمقراطيه، خليو الشعب يتكلم. الشعب هذا مش غبي. نفرضوا انه الشعب يعني يسي برونونسي وصوت على عدم الانفصال، تبقى لك هذا الموفمون، هذه الحركه هذه الانفصاليه، كيفاش راح تتعامل معها كحكم جديد؟ نتعامل معها بصفه سهله خلاص. خليه ينشط سياسيا، خليه ينشط، تعطيه الحريه، اعطيه الحريه كامله يطفاه وحده. خاطر علاش كي يبدا هو يجيب في افكار كيما هكذا اللي ما يقدرش يجسدها في الواقع، خاطر الناس ما تسمعلوش. يبدا يغني 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 بعد تطفيه. كي دير كيما هنا في كندا ولا في كان حزب سياسي، انا دورو ما نعطيهولك فرانك ما تديه. تحب دير سياسه روح دير سياسه وطبطب على الناس وجيب المناضلين تاعك ودير لهم لي كارت نتاعهم ودير لهم كوتيزاسيون تاعهم. غدوه كي يشوفوا الناس هادو المناضلين تاعو باللي ما كان حتى فايده في الحزب يروحوا عليه يعودوا ما يمدولوش دراهم يموت وحده. درك انت الا كان تجيب لي واحد الطنح كيما بن قرينه هذاك خارج من البارك زوولوجيك تاع بن عكنون كيتضبع وتعطي له مليار ولا 2 ملاير ويضر لي بعبع ويتمهبل، سي نورمال. صح. الناس اللي يجيو يعطيهم الحلوى خاطر عنده عطاو له باش يشري الحلوى يوزعها على الناس. كي تقول له الحلوى هذه تقدر تشريها من جيبك، يقول لك انا ما نشريش. دونك تطفيه غير بالدراهم، حبس له واغلق له الروبيني يموت وحده. وهذا هو الشيء اللي نديروه العصابه المجرمه هذه. لازم نغلقوا لهم الروبينيات. لازم سوناتراك تولي ملك نتاع الشعب. لازم الانتاج البترولي والغازي تاع الجزائر يحاسبوا به الشعب الجزائري. فهمت؟ لازم يحاسبوا به الشعب الجزائري، لازم ان كونترول. فهمت؟ لازم مراقبه شديده. الفرنك اللي يروح يخلصوه. يخافوا يعودوا ما يكيسوش. الحل هو الديمقراطيه، ما كانش حل اخر. شكرا جزيلا اخي عادل. اعطينا اخر كلمه لمعتقلي الراي. معتقلين الراي، انا وش نقول؟ انا متألم كثير كي سمعت الجزائر اليوم تصبح النظام المجرم هذا. خاطر انا بالنسبه لي هذو ما يمثلوش الجزائر، هذو يمثلوا عصابه مجرمه استولت على الحكم بالدرع، ولا تقهر في الناس وتدخل الناس للحباسات بدون حق. اذا كان الانسان ارتكب غلطه حسبه بصفه قانونيه، ما تفرضش عليه السيطره تاعك، ما تجيش تدخلوا الحبس. انا شفنا هذاك
بوعقبه هذاك 80 سنه مريض كاردياك يصير دخلوه الحبس، سمعت بلي خرجوه البارح. عيب والله عيب اكثر من العيب، ما عندكش حق باه تدخل انسان جزائري مواطن جزائري صح تفرض عليه السيطره. شكون انت؟ صح شكون انت باش تفرض سيطرتك على الناس، تدخلهم الحباسات وتخرب لهم الحياه نتاعهم، الحياه نتاع ولادهم. ناس كيما الولاد تاعنا كيما واحد من جديد وابراهيم العلامي ومصطفى قيره وبزاف، علاش تخربوا لهم الحياه نتاعهم؟ علاش داروا لكم قتلوا باعوا الكوكايين؟ انتم اللي تبيعوا في الكوكايين، انتم تهربوا في الفلوس، انتم اللي قاعدين تفكروا في الجزائر، انتم اللي قاعدين تضعفوا في الجزائر. مش هاد الولاد هادو ناضوا من اجل الحريه. اعطيله المجال باه ينشط، حب يدير حزب خليه يدير حزب، يدير حزب، وين هو المشكل؟ شكرا. التعدديه هذه فيها خير. شكرا جزيلا سي. اخر سؤال، نحن في اي جمعه؟ من ضمن 55 والله جبتها قد 55. شكرا جزيلا. ربي يعطينا الخير ان شاء الله لينا ولبلادنا وشعبنا. موعدنا مع سي عادل في مثال اخر ان شاء الله. ما لازمش تعطينا امثله، خلينا شويه بشويه برك، مثال واحد، اما تركيا واما البرتغال، خاطر جاي نتكلموا ربما على لا غريس ولا نتكلموا على ديكتاتوريه عسكريه اللي سقطت مؤخرا وراهم بلا حساب، لانه الظلم ما يدومش، دوام الحال من المحال. خليو نفكروا على على رد الفعل تاع العسكر تاعنا. وجهنا لهم هذا الكلام هذا، وقلنا لهم باللي اللي يقودكم هو كاين العصابه دخلتوا الحبس، وهذا السيد هذايا انا والله ما نعرفه غير هكذاك برك كي جاي ينتخب وش البرنامج السياسي تاعو. قلت هذا اول جنرال في الجزائر اللي طيش البدله تاعو، دا تقاعد وجا ولا مدني كيما الجزائريين بكل، حب يدخل في صراع انتخابي. دونك هذا السيد هذا نظن يصلح بالنسبه للناس اللي تخاف من العسكر، وبالنسبه للشعب نتاعنا باه يقود مرحله انتقاليه، ما يخلدناش في الحكم. خاطر كي نديروا مرحله انتقاليه قال عندنا عام نديروا دستور جديد. الدستور تجيبوا خبراء نتاع الشعب هما اللي يكتبوه، وقال كل شيء يكون واضح. قال دوله مدنيه مش عسكريه، ديكتاتوريات ما كانش، حريه تاع الشعب، اقتصاد حر، السوق حر، كل شيء حر. ومن بعد عندنا خبراء الله يبارك، عندنا دي سوسيولوج، عندنا دي بسيكولوج، عندنا دي زيكونوميست، عندنا دي بوليتولوج، عندنا مخاخ في الجزائر. انا نقول لكم الصح، يعني قاعد نشوف كيف الاوضاع تاعنا احنا في الغرب، ولو في هذه المصيبه هذه مازال ما وصلتش لكندا، مي كي نشوف الاخوان تاعنا كيفاش في فرنسا والمانيا وانجلترا وكلش، انا نقول الحل الوحيد نتاعنا واش نهزوا قشنا بكل وندخلوا لبلادنا، نبنيو بلادنا. عندنا الاولاد تاعنا متكونين، احنا عايشين في بلادنا. واحد ما يجي يقول لك انت صليت ولا ما صليتش، ولا ممنوع تصلي ولا ماهوش ممنوع تصلي، هذا اش معك؟ هو في بلاده وانت في بلادك، ونخدموا البلاد نتاعنا. ونقول لكم انا 20 سنه 20 سنه ماكسيموم الجزائر توقف على رجليها. والله غتسقم. شكرا جزيلا سي عادل، بارك الله فيك. نعطوا الخوتنا المشاهدين يمكن كانوا بكثره، بارك الله فيكم. ما تنساوش النشر والاشتراك في قناه هيا بنا، ونعطوكم موعد ان شاء الله يوم الاربعاء ان شاء الله في موضوع جديد او تجربه جديده نقولها لكم الاسبوع القادم. شكرا سي عادل. تجربه جديده تاع الناس اللي حروا روحهم من الديكتاتوريات والاستبداد، والامثله كاينه بزاف. شكرا سي عادل، بارك الله فيك. والنداء راهو القاه سي عادل للضباط واللي كابيتان لي ليوتنون والجنود الاحرار كما نقولوا حنايا، ليس فيكم ولا منكم رجل رشيد ينقذ هذه البلاد معنا. واي حاجه اتصال ابعثوا لنا على عبر الميل هيا بنا gmail.com. شكرا سي عادل، تصبحون على خير، نهاركم مبروك والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام عليكم، شكرا.